هتتصرفوا ازاي لو راكب معاك عميل وطلب منك اللي طلبه مني ده؟ كان معايا عميل من اكتوبر، من حدائق اكتوبر، رايح المطار، فزودت عليه السعر حوالي 30 او 40 جنيه يعني. المهم لقيته بيتصل بيا بيقول لي انت زودت عليا السعر ليه؟ انت ازاي؟ انا بحاول اتصل بيك وازاي بعد ما قبلت الرحله بتزود عليا السعر؟ طبعا قلت له لا انا ما زودتش عليك حاجه، انا حطيت السعر المناسب ليا وانت وافقت عليه. فقال لي خلاص قدامك قد ايه؟ قلت له قدامي 5 دقائق. المهم بعد ما وصلت له 5 دقائق كده لقيته راح جاي، فكابتن احمد تمام بتاع. المهم راح حاطط 3 شنط جنب باب العربيه ومن غير ما يقول اي حاجه وخد بعضه ومشي. 3 دقائق راح راجع تاني، فمعاه شنطه تاني برضه عايز يحطها يعني. هو ما قاليش انا هروح اجيب حاجه واجي يعني. فالمهم يعني حط الشنطه، فبيقول لي هو انت ما شلتش الشنط ليه؟ فيعني انا بصيت له قلت له يعني انا ما بشيلش شنط، يعني شنط ايه؟ وبعدين انت سبت الشنط ومشيت، يعني شنط ايه اللي انا هشيلها يعني؟ فرحت فاتح له الشنطه، حط الشنط بتاعته وركب العربيه ووصلنا المطار. خد المشوار بتاع ساعه تقريبا، واحنا في الطريق بقى بيقول لي انا عايز قهوه كده ونقف على قهوه وبتاع. قلت له خلاص تمام، يعني عايز تشرب قهوه يعني اي عربيه وبتاع؟ قال لي لا انا عايز اقف اشيش. طب يعني احنا هزر طيب يعني؟ قال لي ده هي 10 دقايق وبتاع. قلت له لا والله مش هينفع عشان انا عندي مشوار تاني وبتاع، فمش هينفع اقف يعني. فالمهم يعني بعد ما وصلته كان حسابه فيه كسور يعني فيه 5 جنيه وبتاع، فبيديني الفلوس ناقصه 5 جنيه. ليه طيب؟ فبصيت له لا، قلت له والله في 5، راح سايب 10. فانا يعني انا مش فاهم، بس هو الراجل محترم وكل حاجه ومفيش مشكله، بس يعني انت هتتصرف ازاي لو حد جه حط لك شنط قدام باب العربيه وقال لك شيلها؟ انا مبدئيا يا جماعه انا واحد من الناس ما بشيلش شنط لاي حد سواء في مطار او في غير مطار، الا لو راجل كبير وذوقيا مني بنزل اساعده، او واحده ست كبيره او واحده مش قادره ولا بتاع. غير كده انا قاعد جوه عربيتي بفتح الشنطه اللي معاه حاجه يحطها من باب الذوق مني. لو حد كبير في السن ما يقدرش ان هو يشيل، انما حد يقول لي انزل شيل الشنطه، انت عندك ايدين زي الايدين اللي عندي بالظبط، فشنطتك شيلها بنفسك، ولما نوصل المطار ان شاء الله تنزلها بنفسك. استنوا بقى ان شاء الله الفيديو الجاي عشان هقول لك الشغل في المطار عامل ازاي، وسيبك من الناس اللي بتقعد تقول لك ما تروحش المطار عشان رخصتك هتتسحب، والناس اللي بتخوفكم من شغل المطار. فعامه انا هفهمك الزتونه ان شاء الله في الفيديو الجاي.